150,000 فطقم صيني محدش بيشرب فيها. مش حرام عليكي يا ماما؟ مش كان من الأولى إن احنا نجيب حاجة تانية أحسن في الجهاز؟ يا حسني، أنت عايزة تخشي من غير نش يا بنت؟ عايزة حماتك أم سنين تقعد تفضحني في كل حتة وتقولش عرفش يجيبوها النش؟ ولا تكوني عايزة الناس تاكل وش؟ يا سلام، يعني انت بقى بتجيبي كل ده عشان الناس؟ يا بنت افهمي يا بنت، دي عوايد. مفيش عروسة بتدخل من غير نيش. يعني ايه عوايد بقى ان شاء الله؟ تفهمي، اصل حكاية النيش دي بدأت من اوروبا، لما كان الناس اللي هم عايشين في اوروبا اللي هم ايه، يعني لا اللي هم اغنياء قوي ولا اللي هم فقراء قوي، اللي احنا بنقول عليهم الطبقة المتوسطة دول، كانوا عشان يقلدوا الاغنياء كانوا بيقوموا يجيبوا تحف وانتيكات ويحطوها جوه ضرفة ازاز، عشان اللي رايح واللي جاي يقعد يقول بصوا شوفوا بقى اغنياء ازاي. بجد؟ يعني احنا بنقلد الاجانب؟ احنا مش قلدناهم وبس، ده احنا كمان حطينا التاتش بتاعنا، ما احنا مصريين برضه. اصل العروسه من دول كانت لما كانت بتتجهز زمان كانت يا دوبك بتشتي نحاس وحبه حلل تقيله. بس يا سلام، يا سلام على طشت النحاس ده، ده كان يوم ما الواحده بيجور عليها الزمن كانت تروح تبيع الطشت النحاس ده ويجيب لها فلوس قد كده، كان عامل زي كأنه حته ذهب من عنا على جنب. بس يا اختي النحاس غالي، فبقت الناس تدور على موضة جديدة لحد ما اخترعوا لنا الأطباق المزحلقة دي اللي هو بيقول عليها الصين. الطبق من دول شكله جميل وحلو وسهل في الغسيل، مش يطلعوا لنا بقى منه طقم واحد، ده طلعوا لنا 100 طقم بكذا شكل وكذا نوع، لحد ما بقى الفلاحين في الثلاثينات بيجيبوا الطقم كامل 120 حتة ويرصوه في أوضة مخصصة ليه، ويخلوا الكل في الراحة والجاية يبص عليه. ده غير كده كمان كانوا بيجيبوه عشان يقدموه للضيوف اللي هم ما بيجوش أصلا. نسكت على كده؟ لا، خدي عني الأكروبايركس والأكروبال، وطلع يا أختي كمان اللي هم الأزاز اللي اسمهم إيه الكوبايات الكريستال دول، اللي بمجرد ما بيخرجوا من الفاترينا بتقل قيمتهم ولا بيكون لهم ريحة اللازمة. حتى بسببهم كانت بتحصل مشاكل للركب ما بين أهل العريس وأهل العروس، ولحد الآن يا أختي جوازات كتير بتتفرق. أيوه، أنا برضه زمايلي حصل معاهم مشاكل كتير بسبب النيش والقايمة وكل دوّة، وكان السبب كلّه في أم العريس، هي أم العريس دي على طول هي السبب. بس على فكرة كل المشاكل دي مش معناها إن هم صح، ومش معناها إن إحنا لازم نفضل نمشي على عوايدهم بتاعة زمان. أنتِ ممكن تجهّزيني أحسن جهاز، بس بعد ما أتجوّز ما أعيش مرتاحة. كل الناس تفتكرني عايشة سعيدة، معايا جهاز جميل، ومن برّه شايفينّي مختارة كل حاجة جميلة. بس في الأساس ممكن يكون جوزي مثلًا هو اللي مش مريحني، أو حتى حماتي هي اللي تعباني مش مريحاني، مش مرتاحة في جوازتي كلها. يبقى أنا مش هاسيب إن أنا أختار ابن الأصول وأختار الشخص الكويس وأختار الناس اللي هاعيش معاهم، وأقعد يا ماما أجيب بقى في حاجات ما لهاش ريحة اللازمة. اللي هياخدني عشان نفسي، مش عشان بقى أهلي مجهزين لي كتير ولا مجهزين لي قليل. برضه هاجيب طقم الفطار المضحك.